مم. الله على الجمال، الله. ايه ده؟ انتوا شايفيني؟ يا لهوي، في حد يخش على حد كده في المطبخ وهو بياكل؟ انا اتخضيت على فكره. استغفر الله العظيم، واحد كان مندمج. المهم بقى بص بقى، بص بقى جمال البسبوسه. بس الاول تحفه تحفه والله العظيم من غير افوره. انتوا هتشوفوا الطريقه وهتجربوها وهتقولوا رايكم. بصوا بقى، اولا هقول لكم ان شاء الله على 3 تكات هخليها ان شاء الله تنجح معاكم وطعمها هيبقى تحفه لو مشيتوا بنفس الخطوات. اراهن اراهن من اول مره هتنجح معاكم. انا من اول مره الحمد لله نجحت معايا، بقيت بعملها كتير لانها سهله شبه الكيكه. يعني مش هتمدي حتى ايدك فيها، كله بالمعلقه السيليكون كده او بالمعلقه العاديه. يعني بصي في ثانيه كده هتعمليها. عايزه اقول لكم حاجه كمان، لو عملتوها مثلا لحد ضيف جالكم او اي حاجه، ما تقولوش ان انتوا عاملينها، دوقها لهم بس الاول. واراهن ان هم مش هيصدقوا ان انتوا اصلا عاملينها، يعني اكنكم جايبينها من بره. قول لهم ان انتوا جايبينها من بره. تعالوا بقى من غير رغي كتير عشان انا عايزه اخلص دي، مش قادره، دايخه جدا دايخه تعالوا بقى نشوف الطريقه، استنوني. كوكينا، أكلتك علينا. اوبا بقى، ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ معلش يا جماعه، بس بحب اشجع نفسي كده وافرحني لما بعمل حاجه حلوه وتطلع حلوه زيكم كده. ان شاء الله لو عملتوا نفس الخطوات هتطلع احسن مني كمان. يلا بس قبل ما نبدا في الطريقه كالعاده، يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنا بقى انا جبت ايه، كسرونه فاضيه او حله اي حاجه. اول حاجه هحط كوبايه الا ربع لبن. لبن عادي، ممكن لو دافي او ساقع عادي مش مشكله، عشان احنا كده كده هندفيه. وكوبايه الا ربع سكر. وتالت مكون هو هنحط كوبايه الا ربع برضو سمنه. سمنه فلاحي او سمنه عاديه صناعيه، انا حطيت خليط بين الاتنين. بس ما ينفعش يا جماعه نحط غير سمنه، ما ينفعش زبد او زيت، تمام؟ هتبقى طبعا طعمها احلى بالفلاحي. بعد كده بقى نحط ايه، عسل كلوكوز او عسل نحل او عسل تقيل، يعني مثلا اللي هو عسل التقيل بتاع الشربات، تمام؟ هنحط معلقه كبيره. بس طبعا انتوا عارفين العسل الكلوكوز وفي الشتاء بالذات بيبقى ايه، تقيل جدا. فانا ايه دهنت كده المعلقه بالزيت من فوق وتحت عشان تسهل عليا الموضوع شويه. وبرده كان الموضوع برده صعب شويه، بس يعني سهل شويه، حاجه بسيطه يعني، تمام؟ زي ما قلت لكم اي عسل تحطوه عشان ده بيساعد على القوام يبقى حلو، عشان قوام البسبوسه يبقى حلو، تمام؟ بصوا بقى بعد كده انا هحطه على النار. بصوا بقى دي خطوه مهمه جدا، ركزوا بقى في الخطوات عشان تنجح معاكم ان شاء الله. انا يا دوبك هدوب كله مع بعض، تمام؟ هدوب كله مع بعض. انا حطيته على النار اهو لحد لما كله يختلط مع بعضه، ويا دوبك يسخن يسخن. بس يا جماعه الخطوه دي مهمه جدا عشان البسبوسه ما تبصش منكم وتنشف معاكم. خلاص، انا حطيتها اهو على النار. اول ما دابوا، حتى لو سخنت منكم يعني شويه من النار ودوبوها كده لوحدها من غير النار اهو. اول ما تبتدي خلاص معاكم تسيح وتدوب خلاص. بصوا هوريها لكم بقى كده. خلاص كده هي ساحت خالص معايا. بصوا بقى لو سخنت منكم عادي سيبوها تهدى شويه، لو بردت برضو سخنوها شويه. هوريكم بقى ازاي تعرفوا درجه السخونيه بتاعتها. هتحطوا صباعكم كده الصغير وتستنوا حوالي من 15 ل 20 ثانيه، ماشي؟ لو استحملتوا السخونيه يبقى كده تمام، ما استحملتوهاش خلوها تبرد شويه. خلاص، ولو بردت قوي سخنوها زي ما قلت لكم. الخطوه دي اول خطوه من نجاح البسبوسه، تمام؟ بصوا بقى هنا بقى نحط المواد الجافه. بصوا انا هنا جبت نص كيلو دقيق بسبوسه. نص كيلو دقيق بسبوسه بياخد 3 كوبايات من بتوع الشاي. بصوا يعني هعاير اهو قدامكم. ادي كده اول كوبايه بنفس حجم الكوبايه طبعا. ادي التانية، وادي تالت كوبايه. انتوا بعد كده بقى جيبوا نص كيلو دقيق سميد او دقيق بسبوسه بيسموه كده، وحطوه على طول، مش هم تعايروا، بس انا بوريكم بياخد ايه. 3 كوبايات. هنا بقى ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. عايزينها تبقى عاليه شويه حطوا نص، تمام؟ عايزينها تبقى عاليه حطوا نص. هنا بقى باكو فانيليا بتدي طعم حلو. ممكن تحطوا بقى كمان هنا ايه 3 معالق كبار جوز هند لو عايزين براحتكم، بس انا ايه يعني مش بحبها قوي. اهو قلبتها كويس جدا. هنا بقى هنيجي للمواد اللي نحط عليها بقى السمنه بتاعتنا. خلاص بقى بصوا هي سخنه حاجه بسيطه، تمام؟ سخنه حاجه بسيطه، ولا دافيه قوي ولا ساقعه قوي. هنحط بقى هنا دي برضو ايه الخطوه دي من نجاح برضو البسبوسه، ما تبقاش سخنه مولعه ولا متلجه. دي بقى ايه تالت خطوه معانا، حاجه مهمه جدا. احنا مش عايزين نقلبها كتير جدا، مش زي الكيكه ولا زي اي حاجه خالص، مش معجنات دي. يا دوبك بس
يورو زي بتبس كده يعني. بصوا تخلوها يا دوبك يتشرب كله في بعضه، تبقى زي حبات الرمل المبلوله. هنعمل كده بالاسباتيولا او بالمعلقه بتاعتنا، مش هنمد ايدينا خالص اهو. بصوا شايفين؟ خلاص كده تمام. خلاص كده بقى. بصوا يا دوبك يعني بصوا كله اتشرب من بعضه. بس التقليب الكتير يا جماعه غلط، محدش يعمل كده. انا اهو بقول لكم التعليمات اللي ان شاء الله تنجح معاكم لو عملتوا كل الحاجات دي. هنا بقى انا جبت صينيه مش دهنها اي حاجه، دي صينيه البيتزا، اكبر صينيه اللي هي مقاس 30، مش في 3 مقاسات، دي مقاس 30 او في ألموني عادي يعني. المهم دي تبقى مقاس 30 خلاص. انا بقى هحط الخليط بس بس عشان بس مش عارفه اصور، وهوريكم بقى هعمل ايه. هحط بس عشان بصور بايد واحده خلاص. هنا اهو حطيتها. بصوا بقى انا كله هعملها بالسباتيولا او بالمعلقه السيليكون دي. هفضل ابطط كده معاكم. عايزه اقول لكم لو انتوا كنتوا خليتوا الخليط السمنه اللي انا حطيته على النار ده ساقع يعني بارد، مش هتتسرب معاكم بسهوله. انتوا بقى هتفضلوا كده تعملوها بالطريقه دي وتخبطوها خبطتين كده، هتتعدل على طول معاكم يعني، هتتستوى. لو بقى ما عرفتوش يعني معلش اعملوها بايديكم، حاجه بسيطه، بططوا بايديكم على قد ما تقدروا خلاص. يعني احنا ايه هنعمل بس بالمعلقه، مش هنمد ايدينا خالص اهو. بصوا بقى اهي بقت بالشكل ده. شايفين؟ حاولوا تسووها على قد ما تقدروا علشان تبقى كلها لما نيجي نحطها في الفرن تبقى مستويه زي بعض، ما تبقاش مثلا الطرف حته تخينه وحته رفيعه. تمام. انا دلوقتي بقى سخنت الفرن على درجه حراره 180 قبلها ب 10 دقائق حوالي. هحطها في الرف اللي في النص عادي زي الكيكه بالظبط، واول ما تحمر من الجناب هنشغل الشوايه وبس كده. تعالوا بقى نشوف الخطوه الجايه. هنا بقى عشان احنا عايزين الشربات لازم يكون سخن، لازم يكون سخن على ما تخلص البسبوسه تكونوا عملتوا الشربات. اول حاجه هنا هحط كوبايتين من الميه، ادي اول كوبايه كلها طبعا هتبقى كوبايه يعني الكوبايات قد بعض. تاني كوبايه احنا بقى عشان عايزين شربات يبقى خفيف هنحط قدهم سكر، يبقى كوبايتين من السكر، كوبايتين ميه كوبايتين سكر خلاص. لو كنا عايزينه خفيف كنا عملنا كوبايتين ميه على كوبايه سكر. لو كنا عايزينه تقيل، لكن لما يكون خفيف بيبقوا قد بعض اهو. نص عصير ليمونه ده بيخليها ما تسكرش، وممكن تحطوا ممكن مكان الليمون ملح ليمون اقل من ربع معلقه خلاص. انا بقى هحطها على النار اهو لحد لما تغلي خالص. ايه بقى الخطوه اللي هتخلي طعم البسبوسه رايحه في حته تانية واكنك عاملاها بالسمنه البلدي؟ لو انت مش عاملاها بالسمنه البلدي هتدي طعم السمنه البلدي. هنعمل ايه اول ما تغلي؟ هنحط معلقه كبيره من السمنه البلدي، هتدي طعم جميل جدا، هتبقى طعمها قريب قوي اكنك حاطه فيها سمنه بلدي لو انت حتى مش حاطه زي ما قلت لكم. وهنقلبها انا على فكره خليته مثلا يغلي الخليط ده حوالي 3 دقايق لحد ما تقل معايا شويه، وهخليها بس تغلي غلوه معاها لحد لما تدوب بس كده. بقى خلاص البسبوسه طلعت. البسبوسه طبعا دلوقتي سخنه والشربات سخن، لازم يتسقى بسرعه وهو سخن. هتعرفوا بقى ازاي البسبوسه نجحت معاكم؟ اول ما تحطوا الشربات بالشكل ده هتلاقوها عملت تشققات كده شبه الارض الجافه وبدات تشرب. اول ما هو بصوا حطيت لكم حبه وشربت في ساعتها كده هتنجحوا وتقولوا هي الشربات البسبوسه بتاعتنا نجحت. انا قلت هي يعني بجد فرحت قوي، بالذات لما اول مره عملتها. بصوا تحسوا ابتدت تتشقق، انتوا هتلاحظوها لما تعملوها. هتحطوا كده الشربات كل واحده واحده في كل الجناب وكل يعني كل البسبوسه حبه حبه، وهتلاقوها بتتشرب. كل ما تحطوا هتلاقوها بتتشرب. خلصوا كل الشربات. لو يعني اتبقى حبه شربات ما تشربش معاكم عادي ما تخافوش، غطوها شويه وهي هتشرب كل الشربات وهتبقى زي الفل وجميله جدا. ما تقولوش هي ما نجحتش ولا اي حاجه، لا هي مجرد بس اول مره لما تشرب معاكم افرحوا وهيصوا. بصوا انا حطيت كل الكميه والحمد لله شربت كلها. لو عايزينها برضو طريه غطوها عادي، غطوها هتشرب كله متقلقوش خلاص اهو. الحمد لله كده البسبوسه تمت بنجاح. ريحتها بقى بصوا طالعه كده، طالعه من موبايل. مش شامين ولا يبصوا الجمال؟ شربت كله اهو الحمد لله. تعالوا بقى نشوف بعد ما قطعناها شكلها ايه ده بقى الحلاوه دي بقى. بصوا بقى تحفه جدا. استنوا بس ما تستعجلوش عشان هوريكم. هقطع لكم كده حته منها هوريكم هي قد ايه مرمله وجميله. بصوا اللقطه دي. اظهري يا بسبوسه. بصوا بقى هقطع لكم حته. بصوا بقى دايبه دوب يعني. بصوا هي يعني متماسكه ودايبه وكل حاجه مع بعض تحفه كده بقى. والعسل منها العسل اللي نزل منها جميل. بصوا الجمال فظيعه بجد.
وبصوا لو عايزينها تبقى ماسكه نفسها شويه حطوها جوه التلاجة. انا عشان بحبها كده سايحه ونايحه ودايبه بحطها بره التلاجة. بس لو في الشتاء حطوها 3 4 ايام بس بره، ولو اتبقى منها حطوها جوه التلاجة طبعا عشان ما تبصي. تمام، تعالوا بقى نشوف الختام. ايه ده؟ انتوا لسه قاعدين والواحد مش هيتهنى على البسبوسه خالص؟ يلا بسرعه روحوا جربوها. يا نهار ابيض، هتندموا على فكره، دي منقذه جدا وسريعه، لما حد يجي لكم هتنقذكم فعلا. يلا بقى جربوها، وما تنسوناش بقى ايه في اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوه زيكم، ويا ريت بقى تعملوا لايك كتير عشان يرفعوا لي الفيديو وتقدروا تعبي. وتجربوها طبعا وتبعتوها لي على صفحه كوكينا، بتمنى جدا. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.